السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون مشتريات، بس قبل ما نبدأ كده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجة كده انا جبتها بتنجان. تمام، ده كده هو كيلو بتنجان من الابيض، الكيلو كان ب 12 جنيه. البتنجان دوت للمحشي. طبعا انا كنت عند ماما وكلنا هناك، ربنا يخليها يا رب ويديها صحه. بس ولادي برضو لما جينا البيت قالوا لا احنا عايزين ناكل محشي تاني، فقلت لهم خلاص ماشي تمام. كنا محتارين في الاكل يعني اول يوم جينا فيه هنا البيت. فجبت كمان نص كيلو بتنجان اسود. الكيلو كان ب10 جنيه، جبت نص كيلو ب5 جنيه. والطماطم كانت ب8 جنيه. دول كيلو وربع ب10 جنيه. ماشي، زي ما انتم شايفين الطماطم ما شاء الله حلوة جدا. بصوا بقى، ساعات الطماطم عندنا بتبقى ب6.5، يعني كيلو ونص ب10، وساعات بتبقى كيلو وربع ب10. يعني انتوا عارفين اصلا ان القوطة بيبقى كل شوية لها سعر. تمام، بس دولت كانوا ب10 جنيه كيلو وربع. كانت ب8 جنيه. كان عندي حبة فلفل حامي كده اللي هو قرون الشطة ديت في التلاجة. فجبت الطبق وحطيت اهوت احط جنبه كده فلفل رومي. دولت كانوا ربع كيلو بكام؟ ب4 جنيه، باين كان ب16 جنيه. تمام. والكوسة كانت ب16 جنيه. النص ب8، فهي حطت ب10 جنيه، يعني زودت ب2 جنيه. تمام، قالت لي دول ب10 جنيه، فقلت لها ماشي تمام، يبقى الكوسة دي كده ب10 جنيه، الحبة دول ب10 جنيه، بس هي سعرها 16 جنيه. عند ماما بقى كانت الكوسة لما كنا عند ماما وكنا عاملين المحشي، كانت الكوسة ب25 جنيه. فعلا الأسعار بتفرق من مكان لمكان، يعني من مكان لمكان السعر بيفرق. ماشي، دول كانوا ب10 جنيه. ده الخضار بقى اللي انا جبته للمحشي، لأكلة المحشي يعني النهاردة. انا كنت بقى مفرزة كرنب عندي في الفريزر. فانا هعمل محشي بتنجان وفلفل وكوسة وكرنب. تمام. وجبت كمان بطاطس. البطاطس كانت ب8 جنيه، او زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله يعني حلوة. ب8 جنيه الكيسة ديت 2 كيلو، 2 كيلو ونص ب20 جنيه. ما شاء الله يعني، وحلوة اللي فيها نقطة حمرا دي، بتبقى تحمير وحلوة. انا جربتها يعني وما شاء الله جميلة جدا. وزي ما انتم شايفين يعني حجمها حلو، يعني مش صغيرة ولا كبيرة. وكانت ب8 جنيه بس والله، فحلو قوي. جبت نص كيلو دقيق. نص كيلو دقيق ب10 جنيه. بص، انا شلت كل حاجة من الخضار ونسيت بقى اشيل البطاطس. تمام. وجبت كربوناتو ب5 جنيه، كربوناتو و5 جنيه ملح ليمون. انا عايزه اقول لكم بقى، ملح الليمون مع الكربوناتو حلو جدا طبعا في التنظيفات. وجبت كمان ب5 جنيه عصفر، عشان لو عملنا ليمون مخلل. ليمون مخلل بالعصفر وكده. ودوت ب10 جنيه شوكليت شيبس. وجبت كمان ب5 جنيه حبة البركة. وده كمان ب5 جنيه سمسم. ودوت ب5 جنيه فيجيتار من عند العطار، فيجيتار عادي مش حار. وجبت بقى الكيسة ديت، كنت في كارفور.
جايبه الحاجات دي من كارفور. جايبه 2 باكت جيلي. الواحد كان بحوالي 10 جنيه ونص، وب10 جنيه ونص الباكت. وجبت جبت ايه كمان، جبت بيكنج باودر، وفي نفس الوقت محسن كيك. جبت 10 اكياس. زي ما انتم شايفين العشرة الكيس كان ب2 جنيه ونص. لقيت سعره حلو بصراحة، ب2 جنيه ونص او 2 جنيه يعني او مش عارفة، كان ازيد ممكن شوية، 3 الا ربع او 2 ونص حاجة زي كده. وجبت كيس الفانيليا، كان الكيس عامل 75 قرش او جنيه. جبت برضو 10 اكياس فانيليا. ودي كده كانت المشتريات بتاعتي. جينا بقى هنا، كنت بقى خلاص عايزة اعمل الغدا. عملت جيت طلعت كيس طبق بانيه من الفريزر. هعمل معاكم التتبيله. جبت بيضايه. تمام. وهبدأ ان انا اضربها كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. انا بحب اعمل البانيه. يعني التوابل التتبيله عامه بحب اعملها جافه، كل الحاجات اللي انا بحطها جافه. تمام. معايا ملح، فلفل اسود، بابريكا، بهارات فراخ، توم بودرة وبصل بودرة وكركم. تمام. مش بحط بقى ولا لبن ولا زبادي ولا الكلام ده كله. انا بعمل كده بس، وبتبقى جميلة جدا والله العظيم. يعني بيبقى احلى بانيه وحياة ربنا. تمام. ده كده بعد ما قلبته قعد في التتبيلة حوالي كده ساعتين. ودوت الفيجيتار السايب من عند العطار. حطيت كده يعني حبة في طبق زي ما انتم شايفين. وهبدأ بقى اغلف كل قطع البانيه بالفيجيتار. بصراحة بقى أكلة البانيه ديت بتبقى سهلة جدا وسريعة، يعني أسهل غدوة أو أسرع غدوة بصراحة. هي بتبقى البانيه وجنبها مكرونة. ولو مش مكرونة بيبقى جنبها طاسة بطاطس، بتبقى كده سندوتشات بانيه وسندوتشات بطاطس وكاتشب، وبتبقى الأكلة جميلة جدا ما شاء الله. تمام. أنا هبدأ بقى إن أنا أعمل البانيه كله بالشكل اللي انتم شايفينه كده. وعايزه اقول لكم ان الفيجيتار بتاع العطار بيبقى طعمه حلو قوي بصراحه، وبيبقى مبهر كده. التوابل بتاعته بتبقى حلوه جدا. فانا بصراحه يعني انا بفضل الفيجيتار عن البقسماط. مش عارفه بقى، في ناس كتير قوي بتحب البقسماط، وفي ناس برضو بتحب الفيجيتار. تمام. انا من الناس اللي انا بحب الفيجيتار قوي بصراحه. السايب دوت كنت الاول بصراحه بجيب الكياس. بس ما عدتش بجيبها، يعني من قبل موضوع المقاطعه كمان. انا ما عدتش بجيب كيس الفيجيتار، بتبقى قليله جدا ومش بتقضي. يعني الكيسين 3 ممكن حرفيا ما يعملكش يعني 3 4 حتت بانيه. كده انا خلصت خلاص قطع البانيه كلها زي ما انتم شايفين كده. كلها كده غلفتها بالفيجيتار في قلب الطبق. ما تنسيش بقى يا قمر، لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش اللايك، ولو لسه جديده ومشتركتيش في القناه بتمنى تشرفيني طبعا. وطبعا يعني وجودك ده شرف ليا. يعني وتشتركي عندي، وتنزلي كده تكتبي لي تعليق وعرفيني ان انت يعني ان انت ضيفه عندي جديده، عشان اعرف ارحب بيكي وتبقي اختي كده من اخواتنا. وكده بصوا بقى البانيه. طبعا محدش يا جماعه يتكلم على الطاسه دي في كل بيوتنا طبعا. تمام. وده شكل البانيه طبعا وهو بيتحمر. بصوا عامل ازاي، واخد اللون الذهبي.